نهاركم زين، نهاركم طيب البنات. معكم السيدة أم ماجدة صاحبة قناة بوجي قسطنطين. اللي تتعرف على القناة لأول مرة نرحبوا بها ونطلبوا منها الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلها كل جديد. اليوم ديتكم في تحويسة خفيفة ظريفة باهية منوعة. المركز الثقافي محمد العيد الخليفة. البنات رانا في معرض تقطير ماء الزهر والماء الورد. راني في ستون تاع السيدة فيلا بالبجاوي. سيدة فيلا بالبجاوي جارتي في لي كومباتون الباب للباب. حبيبتي نوصل من هذا المنبر نقولها سلام. سيدة فيلا مختصة حرفية في تقطير ماء الورد وماء الزهر تابعة لجمعية البهاء. كما راكم تشوفوا الله يبارك لو ستون تاعها باهي معمر. شوفوا دوك المغلفات الله الله عليهم. سيدة فيلا حطت ثاني حلويات تقليدية. حطت المعاجن منهم معجون الورد معجون لارنج معجون الفراز. حطت طمينة البيضاء حطت طمينة المغرف حطت طمينة اللبلابي اللي راني صافي 3 حطيتها لكم في القناة. البنات ملاحظة ما حبيتش ندير لكم معها محادثة يعني صوتية شخصا لشخص. علاه باسكو كان فريمون الحس في محمد العيد الخليفة كان الغنى كان الغاشي بزاف. لكن نوعدكم ان شاء الله راح ندير لكم محادثة من منزلها بإذنه تعالى. راح نشوفوا كيفية وعملية تقطير ماء الزهر وماء الورد. سيدة فيلا تقطر حتى العطرشة النعناع الزعتر. يعني هذا المواد العطرية اللي تدخل في التداوي. وتكون راهي حرفية في تقطير ماء الزهر وماء الورد. دير حتى الحلويات التقليدية. عديت لكم تاني على ستون تاع جمعية الأوسكار. كانوا تاني حاطين الله يبارك حوايج همة وشان. حلويات تقليدية. شوفوا ديك الصينية تاع النحاس الله الله عليها. بقلاوة قرنغزال مقرود المقلة مقرود النقاش. العرايش دوك نشوفوا تاني الغريبيات بأنواعها. غريبية الفرشيطة غريبية اللبلابي. البقلاوة القطايف. المهم التاويل تاع قسنطينة من سينيتو لحلاواتو لكل شيء. قلت لكم باذن الله المره الجايه ان شاء الله راح ندير لكم محادثات اكثر تفصيل. يعني نحبوا نستفادوا اكثر من هذا المعرض خاصه مع الحرفيين تاعنا اللي شويه ما يبانوش على الساحه. احنا نحاولوا ان نتقربوا اكثر للتقاليد والعادات القسنطينيه باش نعرفوا بها المجتمع الجزائري وال 58 ولايه تاعنا. ان شاء الله يا ربي تعرفوا على التقاليد تاعنا المتنوعه. قلت لكم هنا الله يبارك كانت حاطه قسنطينيه تاويل قسنطيني 1000% ماشي غير 100%. تقدروا تتوجهوا لهذه الجمعيات باش تتعرفوا اكثر يعني تكونوا عن قرب مع هاد الساده الكرام اللي مختصين بتقطير ماء الزهر وماء الورد. نتلاقاو في فيديو